السلام عليكم وصباح الخير للجميع. اليوم جايب لكم موضوع جدا جدا مهم يخص الناس اللي عندهم سيارات. ركزوا معي. طبعا سياراتنا مهما كانت جديدة لابد انها تحتاج لصيانة دورية، واحيانا تحتاج لاصلاح بعض الاعطال الطارئة. وسياراتنا لما تكون جديدة وموديل حديث، بعضنا ما يروح الوكالة عشان المواعيد وكذا، فيروح لمراكز الصيانة الجديدة اللي انتشرت الآن في الأحياء. واليوم جايب لكم قصة نصب حدثت لي أنا من محلات صيانة السيارات في الأحياء مثل بترومين اكسبريس أو مايز. ركزوا. الموضوع باختصار أنه مكيف سيارتي قلت البرودة، فرحت لإحدى مراكز الخدمات المتطورة الموجودة في هذه الأحياء. طبعا استقبلوني استقبال جدا جميل في مركز خدمات متطور، عمالة فلبينية، محل جدا كبير، وقالوا هات 200 ريال هذه فقط كشفية وبعدين نبلغك العرض. وطبعا بعد 6 ساعات من الكشفية شوف الإصلاحات المطلوبة. يبي يغيروا كل شيء يخص المكيف، غير كمبرسر مكيف، غير اديتر مكيف، غير بلف مكيف. ويشوفوا هنا الأسعار كم وصلت: 5000 و1800 و500 و400 و200 غير قيمة الإجور. وهنا الإجمالي 5883 ريال عشان موضوع المكيف. يبغوا يغيروا كل شيء يخص المكيف، طبيعي حيصلح. طيب الآن بعد ما شفنا فواتيرهم الخيالية كأنهم ما هم فاهمين شيء، يبغوا يغيروا كل شيء يخص التكييف. أوريكم الورشة وأوريكم الأعمال اللي فيها. وهذه ما شاء الله الورشة جدا جدا كبيرة منتشرة في الأحياء، عندهم عمالة فلبينية متدربة، لكن مع الأسف متدربين على النصب. طيب هذا المركز الخدمات أو الورشة اللي شفتوها قبل شوية اللي طلبوا إصلاح سيارتي ب5800 غير ال200 الكشفية، أنا أخذت سيارتي منهم وديتها محل. وعشان يكتمل هذا التقرير وتبان الحقيقة أكثر، أبغاكم تشوفوا معايا المحل اللي صلحت فيه سيارتي وتقارنوا بين العمالة والمحل والمبلغ. طيب يا أخوان، هذه هي الورشة اللي صلحت فيها سيارتي. تركت مركز الخدمات اللي شفتوها ذاك العمالة فلبينية متطورة، وجيت لهذه الورشة البدائية في حي بني مالك في جدة. وأصدمكم أقول لكم بكم صلحوا سيارتي. صلحوها ب150 ريال فقط في هذه الورشة، ولا أخذوا 10 دقائق. الموضوع طلع فقط في ريون. طيب يا أخوان، هذا المهندس خالد من اليمن هو اللي صلح سيارتي. أخوي خالد، سيارتي بكم صلحتها؟ 150 إيش كان يبغى لها؟ فريون بس فقط. فقط. طيب يا أخوان، بداية التقرير شفتوا فاتورة ب5800 إصلاح المكيف. هنا شوفوا كيف مع المهندس خالد ما شاء الله ب150 والمكيف ثلج. والمهندس خالد اللي من اليمن الشقيق ما درس الميكانيكا في معاهد، لا، فقط خبرة 30 سنة تجارب فعلية، وأنا ما أسوي له دعاية إلا لأنه أمين. ونصيحتي لكم يا أخوان، لا تغركم مراكز الصيانة الكبيرة للسيارات، لأنه بعضهم عايش على النصب والاحتيال، ولا تستهينوا بالورش الصغيرة. وقبل الختام صلوا على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفق كل من ينشر هذا المقطع عشان ننبه كل المواطنين والمقيمين من بعض النصابين. وانا تعمدت انه ما انشر اسم مركز الصيانة اللي كان بينصب علي ب5800، لكن حوصل كل الفواتير هذه لوزارة التجارة وهم يتصرفون. شكرا لكم جميعا على المتابعة، وانتظروني ان شاء الله في مقاطع جديدة اكثر فائدة للمواطن والمقيم. السلام عليكم.